5 أيام إضراب في سبيطارات تونس الكل، ومنظمة الأطباء الشبان مواصلة تحركاتها. تحب تفهم؟ تبع الرشمة. الإضراب من 12 ل 18 جوان، ويشمل الأعمال الاستشفائية والجامعية وحتى الأنشطة الأكاديمية. نهار 2 جوان 2025 أعلنت المنظمة عدم التوصل لحلول مع السلطة، والمطالب تتمثل في إلغاء إجبارية الخدمة المدنية، الترفيع في منحة الإقامة والتربص في الطب، التمكين من منحة خطر العدوى، وصرف كل متخلدات حصص الاستمرار مع الترفيع في قيمتها. في 4 جوان صدر قرار حكومي يضبط منحة العمل في إطار الخدمة المدنية للأطباء الشبان ب2 ملايين بعد ما كانت ما بين 750 و 1250 دينار. نهار 10 جوان رئيس المنظمة وجيه ذكار صرح أنه تحركات الأطباء الشبان متواصلة، بما أنه ما تمش التفاعل مع بقية المطالب. في 12 جوان بدأ الإضراب، والمنظمة أعلنت نسبة نجاحه ب100%. مسار المفاوضات بين الأطباء الشبان والحكومة بدأ من جانفي 2025، ومطالبهم بقات من غير تفاعل حتى 21 أفريل 2025 تاريخ أول إضراب وطني عملوه، واللي من بعده جاء إضراب آخر في 2 ماي 2025. نذكروا اللي 4000 طبيب غادروا تونس ما بين 2022 و2024. في 2024 1400 طبيب اختاروا الهجرة، و80% منهم أطباء شبان حسب أرقام عمادة الأطباء. زعم الدولة ما عندهاش حلول للأطباء الشبان بخلاف وافق أو نافق أو غادر البلاد؟